يلا اعلمك اطيب مشاوي. اليوم مسوي لكم تكة ايام زمان وكباب ايام زمان يذكركم بالطعم القديم. هاي صينية مال مشاوي مال جيل الطيبين، اهل زمان يتذكرون هيج طعم. تعالوا اعلمكم شلون نسووها. حتى تسوون هيك تكة محمرة من برا ومن جوا ذايبة. تعالوا اراويكم شلون. جبت لحم حبل ظهر وقطعته مكعبات، اهم شي اللحمة تكون حبل ظهر لان هي هاي خاصة بالتكة، تصير كلش طرية وتخبل. قطعتهم كلهم مكعبات وجبت وياها نص كيلو ليه وخبطتهن اول شي كلهن اللحم والليه. وهسه راح اشيشهن واخلي بكل قطعتين لحم قطعة شحم. هاي تكة اللحم اذا سويتوها بعد ما راح تشترون من برا ابد. ليش؟ لان حتكون طرية كلش وراح نشويها على الدخان فقط. والفيكة مالتنا راح نحط لها طماطة تعطيها حموضة وتطري اللحم بعد أكثر، ومن تشووها أبد لا تهفولها راح تستوي عندكم بربع ساعة. هسه خلينا نسوي القيمة مال الكباب. جبت لحم شوية دهين وحطيت له بصل ومعدنوس وملح وخبطته كل زين وبعدين عجنته. العجنة لازم تكون كلش قوية عمود يتماسك عندكم اللحم. جبت سيباية وراح أصفط اللحم بهاي الطريقة، راح ما يوقع عندكم يستوي كله بنفس الوقت. نحط الكباب على نار عالية وأبد ما نهفيله وراح يستوي عندكم ب10 دقائق. وراها أحط التكة وأعوفها على الدخان وأبد ما هفيله وأقلبها كل دقيقة. راح تستوي همين ب10 دقائق. من تصير عندكم بهذا الشكل الذهبي نطلعها. واني محضر ماعون بخيار وطماطة وبصل وسماق واصفط به الكباب والتكة والطماطة المشوية. راح تطلع عندكم صينية تخبل، وهذا الطعم راح يذكركم بأيام زمان. أنصح الكل تجربه. ألف عافية.